فرسوفيا الجميلة، عاصمة الحلف العسكري لأوروبا الشرقية سابقا، شاءت الأقدار أن تصبح مكانا لاجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في قمة وصفت بقمة الرد والردع. ففي البحر المتوسط يستعد الحلف لفرض أكبر حصار بحري أمام شواطئ ليبيا وتونس لمنع تهريب الأسلحة واللاجئين في أكبر عملية مراقبة تمتد على مسافة 2000 كيلومتر. وسيسعى الحلف إلى تدريب الشرطة التونسية والليبية لحماية حدود البلدين. وكرد على ضم روسيا للقرم، قرر الحلف نشر قوة تتكون من 4000 جندي في دول البلطيق وبولندا، ما يجعل هذه القوة في مواجهة مباشرة مع روسيا في حال شنت الأخيرة هجوما. الرسالة الرئيسية التي نريد إيصالها من خلال هذا الاجتماع هي أننا متحدون في مقاربتنا التي تقوم على دفاع قوي وحوار بناء. أشعر بالسعادة عندما أرى إلى أي مدى نحن متحدون خلف هذه المقاربة. وفي خطوة أخرى أثارت غضب روسيا، أعطى الحلف الأطلسي الضوء الأخضر لبدء العمل بدرعه الصاروخي في كل من رومانيا وبولندا. وفي سياق آخر وفي تصعيد غير مسبوق، طردت موسكو دبلوماسيين أمريكيين ردا على طرد واشنطن 2 من دبلوماسييها الشهر الماضي. إضافة إلى ذلك قرر الحلف تمديد العقوبات على روسيا، ما جعل شبح الحرب الباردة يتراءى من جديد.